صباح الخير. النهاردة هنعمل ألذ أسرع أسهل صينية جمبري في الفرن زي ما بنشتريها من المحلات برا. بس قبل ما نبدأ في الوصفة، لايك وشير كتير للوصفة. وإذا انتي أول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل وصفاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ في الوصفة. انا هشتغل على النار البوتاجاز على نار متوسطة في نفس الصينية اللي هدخلها الفرن. يعني الصينية اللي انا يعني ان انا بحط فيها الزيت دي، حطيت فيها معلقتين من الزيت، وهضيف عليها بصلاية متوسطة متقطعة، وهسيبها تتشوح لحد ما البصلاية تدبل، ما تغيرش لون، هي تدبل بس. الصينية اللي انا بشتغل فيها دي هي الصينية اللي هتدخل الفرن عشان ما نعملش مواعين كتير. حقيقي اسهل واسرع صينية ممكن تتعمل للغدا، بجد تحفة جدا. ده شكل البصلية بعد ما دبلت ما تغيرش لون. هضيف ليها فلفلاية رومي متقطعة شرايح، وهقلب كويس كده جدا. وهسيب الفلفلاية لمدة دقيقة على النار. وبعد ما عدى دقيقة هضيف معلقة توم مهروس، دي معلقة كبيرة من التوم المهروس، وهقلبها كويس جدا. واول ما اضيف الثوم على طول بضيف الجمبري مغسول كويس ومتشال الكيس الرمل بتاعه وكله تمام. لازم يكون متنضف كويس ومتشال الكيس الرملي من الظهر، ومفتوح من الظهر في الكيس الرملي بتاعه متشال. وبعد ما شلت الكيس الرملي غسلته كويس، غسلت الجمبري كويس وسبته يتصفى خالص من المية اللي فيه. وبعدين هضيفه على الثوم، وهضيف قيمة 4 معالق من الزبدة، وهقلب كويس جدا. انا بس بقلب، انا مش عايزة الجمبري يستوي على النار البوتاجاز، لكن انا بس بقلب واحاول اخلي المكونات كلها تمتزج مع بعضها. ده كله على نار متوسطة على نار البوتاجاز. وممكن برضو نخلي الصينية دي تستوي على نار البوتاجاز من فوق لو الفرن عندك مش شغال. بعد ما قلبت المكونات كويس جدا وحسيت ان الجمبري اخد ريحة الثوم وكل حاجة، هضيف طماطمايه انا بشراها، وهضيف معلقة كبيرة من هريسة الشطة انا عاملاها معاكم على القناة، وهضيف عصير ليمونتين. ان شاء الله هسيب لكم لينك هريسة الشطة في صندوق الوصف عشان لو حد حابب يعملها. بجد بتفرق جدا في الاسماك والتتبيلات. دلوقتي بقى هضيف ربع معلقة من كل بهار، ربع معلقة من الملح، ربع معلقة من الفلفل الاسود، ربع معلقة كمون، ربع معلقة بابريكا، ربع معلقة كزبرة ناشفة، ربع معلقة كاري، ربع معلقة كركم، ربع معلقة من الثوم البودر، ربع معلقة من البصل البودر. وهقلب بقى البهارات مع الجمبري ده كيلو من الجمبري، علشان خلال الفيديو انا نسيت اقولك ان ده كيلو من الجمبري. وكمية البهارات والخضرة اللي انا حطيتها دي تعمل من كيلو لكيلو ونص جمبري ومتنضف كويس. وبعد ما قلبت البهارات مع الكيلو الجمبري هضيف كوباية سخنة من المية. وخلاص كده صينية الجمبري جاهزة ان هي تدخل الفرن على درجة حرارة 200. والفرن لازم يكون ساخن مسبقا، يعني انتي فاتحة اساسا الفرن قبلها ب5 دقايق. وهتدخلي الصينية الفرن لمدة من 10 دقايق ل15 دقيقة على درجة حرارة 200. هتحطي صينية الجمبري على الشبكة في التلت القريب من النار. لو عندك مروحة توزيع حرارة شغليها. وده شكل الجمبري بعد ما استوى. اتمنى يكون الوصفة عجبتكم، ولايك وشير كتير للفيديو. واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. شايفين مستوي كويس ازاي ومش مجلد وبيتقشر بكل سهولة، بجد تحفة جدا. جربوه وما تنسوش تقولي رايكم في التعليقات. ده انا طلعته بعد 15 دقيقة من السوا، ما تزوديش في السوا بتاعه خالص. شايفين لحمه طري خالص ازاي وطعمه تحفة جدا. والشوربة اللي موجودة فيه دي هتصفيها وتشربي احلى شوربة سي فود اللي انتي بتشتريها قد كده من المطاعم. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.